بصوا يا حبايبي الحلو الجميل اللي احنا عملناه ده. بصوا بصوا بيقرمش ازاي، فظيع، هيعجبكم جدا اهو. بصوا يا حبايبي اهو، ناخد واحده تاني. بصوا بصوا جميل ازاي، طعمه خطير وحلو جدا يا حبايبي. اتمنى تجربوه، ويلا مع بعض نشوفه اتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في معلومه مفيده مع نانا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده هعمل لكم اسهل حلو ممكن تعملوه في رمضان، سهل جدا وبيوفر وبيديكي كميه كبيره. طبعا احنا عارفين كلنا السمبوسك ديت اللي احنا جايبينها دي معروفه بقى، اللي بيحشيها جبنه واللي بيحشيها لحمه زي ما انت عايزه، بيحشوها بالطول، بيحشوها بالورب، يعني ايه اللي انت تفضليه وتحبيه. النهارده هجيب لكم طريقه هتوفر معاكي كتير، وطريقه جميله جدا وسهله جدا في رمضان. طبعا احنا ايه عارفين السمبوسك كلها بتبقى ايه، شريط طويل كده اهوت وعريض. انا بقى الشريط ده قسمته 3 حتت بالطريقه دي، وبعدين جبت بعدها ايه بس ايه حبه دقيق بميه كده اهو، عملتهم عشان الزق بيهم. واخدين بالكم حبايبي زي ما انتم شايفين اهو، الدقيق ابو ميه. نرجع تاني للسمبوسك. انا قسمتها كده 3. اجي من هنا بقى يا حبايبي الفها كده من غير حشو، الفها لف كده اهو زي ما انتم شايفين، ورقه بورقتها. واخدين بالكم؟ وبعدين احط في الاخر لزق هنا اهو، وبعدين الزقها. هنشوف مع بعض اللي احنا عملناه اهو يا حبايبي. اللي احنا عملناه بصوا لزقناها بالورب ازاي اهي زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بالورب، يعني ايه تبقى زي القلم كده. واخدين بالكم اهو، يعني احنا هنلزق من هنا اهو، وفي اخر حته هنحط ايه العجينه اللي هي مش عجينه بقى، ميه بدقيق كده عشان تلزق. واخدين بالكم؟ ويلا نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي اهي كده اهوت، وبعدين ندهن دي بصبعنا كده اهو اهي، الحته دي كده اهو، وبعدين تروح ايه ملفوفه من هنا من الورب كده اهو، ما تلفهاش، تلفيها كده اهو اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو يا حبايبي اهي هوريها لكم دلوقتي اهي يا حبايبي اهي في الاخر كده اهي، دي هتلزق كده بس كده بس اهو. هعمل كله بالطريقه دي وارجع لكم. بتبقى جميله ومقرمشه، وهيحبوها الكبار والصغيرين، هتعجبكم جدا جدا، وتحليه بسيطه وخفيفه وجميله جدا. تابعوني بس للاخر، هتعجبكم وهتحبوا تجربوها. هعمل بقى دوت يا حبايبي وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ورجعت لكم حبايبي لما عملت كله اهو يا حبايبي، كله اتلزق وشكله جميل جدا، واما يخلص خالص هيعجبكم خالص. على فكره يا حبايبي انا بعمل الحاجات ديت اللي الاقيه سهل بوريه لكم. اي حاجه مثلا استصعبها في العمايل، الحاجه اللي الاقي طعمها جميل بضطر ايه اشاركها لكم وتكون سهله. واخدين بالكم؟ فانا دلوقتي عملته اهو، وان شاء الله نشوف هنعمل فيه ايه بقى بعد عملنا كده. وعلى فكره ده مش نص كيلو يا حبايبي، لان قسمنا الشريط 3، فده مش نص كيلو. ربنا بيبارك فيه جدا، يعني تحسي هتعملي طبق كبير وانت ما خلصتيش لسه اللفه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هنا حبايبي جبنا طاسه وحطينا فيها زيت، والزيت يكون ايه درجه حرارته متوسطه عشان ايه بيتحمر بسرعه. ونحمر الايه السمبوسه. نبدا نحط بقى ايه الوحدات دي وهو متوسط كده، في ثانيه هتتحمر اهو يا حبايبي. بصوا هيتقلوا بسرعه. انا بس بقللكم ايه كام واحده كده تشوفوهم قدامكم، وبعدين اقفل واوريكم ما يتحمر. لازم النار متوسطه عشان يحمر على مهله، ما تلاقوش احمر على طول. اهو يا حبايبي اهو بتحمر بسرعه، يعني تاخدي بالك منها تبقي واقفه ما تسيبهاش. اهو يا حبايبي نشيلها بقى. اهو يا حبايبي شوفوا حمرهم جميل ازاي. هعمل دول بقى وابقى ارجع لكم لما اخلص. بصوا يا حبايبي حمرنا قد ايه ما شاء الله، جميله وبترمي كتير يعني، والباكو لسه زي ما هو.
يعني ممكن تعملي بيه اي حاجة تاني، جبنة، لحمة مفرومة. بصوا يا حبايبي، ولا بتشرب زيت ولا حاجة، نفس الزيت اللي حطيته ما زودتش عليه. هنا بقى يا حبايبي جبت معلقة قرفة ومعلقة سكر بودرة. السكر طبعا حسب الرغبة، وعايزة تحطي سكر خشن حطي عادي براحتك، خدين بالك. انا بحبها كده، بحبها يا حبايبي ايه، خفيفة. يعني عايزة تقللي السكر قللي، عايزة تاكليها كده كليها، عايزة تحطي اي صوص شوكولاتة اللي هو اللبن بودر بشوكولاتة، تحطي عليها مثلا لبن مكثف، صوص فراولة، صوص شوكولاتة، اي حاجة تعجبك. بس انا مش بحب الايه السكر يعني كتير، كل واحد حسب رغبته وبيحب ايه كمان. الطريقة انا شفتها بسكر اللي هو ايه الخشن، بس انا حبيت احط لها ايه سكر مطحون، عشان المطحون ممكن يمسك عليها وهي سخنة. عايزة تحطي سكر من التاني حطي اهو يا حبايبي، بصراحة حلو سهل وخفيف وجميل. عايزة بتحطي بقى زي ما قلنا شربات حطي اهو. قلبناه يا حبايبي، هو سخن عشان يمسك فيه السكر. هي الكاميرا كده ظلماه علشان تحسوا تشوفوه كده محروق، بس هو احمر وجميل يعني، مش محروق ولا حاجه، ومقرمش وتحليه جميله وسهله. ممكن دول بقى لو عايزه تحطي ايه عسل او شربات للي بيحب اهو يا حبايبي، اللي بيحب الشربات يحب، بس انا مش بحب يعني، احب الحاجه خفيفه. اي صوص شوكولاته، صوص اي حاجه عندك، فراوله، اللي تحبيه. وبكده يا حبايبي يكون خلصنا احلى واجمل واخف واسرع حلو ممكن تعمليه في رمضان. اتمنى تجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.